يذكرون من كتم العلم الشيخ الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى صاحب أضواء البيان، مفسر معروف الإمام، أنه كان يغشش الطلبة بالامتحان، بالامتحانات يغشش الطلبة، يسألونه شنو حكم شنو إجابة هذا، يجاوبهم إجابة هذا، يعلمهم أبدا، يعلمهم الإجابات بالامتحان. فبعض الطلبة الجيدين اللي يدرسون وكذا ما عجبه هذا الوضع، فذهب إلى مدير الجامعة يخبره بهذا. منو مدير الجامعة؟ الشيخ بن باز. قال ترى الشيخ الشنقيطي يجيب أسئلة الامتحانات للطلبة. فالشيخ بن باز طلب الشيخ الشنقيطي يأتيه، فجاءه فقال جاءنا بعض الطلبة انك تعلم الطلبة الامتحان. قال لي صحيح. قال نعلمهم. قال لماذا؟ قال يسألونني، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سئل عن علم يعلم فكتمه ألجم يوم القيامة بالجام من النار، فيسألوني أجيبهم. فقال له الشيخ بن باز أعلم بس هذا امتحان حتى تعرف درجاته وتكون الشهادات صحيحة. قال يعني عشان امتحاناتكم ادخلنا النار؟ اللي يسألني بجاوبه، ما علي منكم من شهاداتكم، ما تهمني شهاداتكم هذه، لن أدخل النار عشان شهاداتكم، اللي يسألني بجاوبه. قال خير. مشكلة الشنقيطي الشيخ ابن باز وما يقدر ابن باز يكلمه يعني. فقال الشيخ ابن باز خير إن شاء الله. ثم نادى قال لا تخلونه يراقب على الاختبار، بس ما يملك شيئا عليه. قال بس لا تخلونه يراقب على الاختبارات.